تعالوا كلوا معانا. اللهم اني صايمه، استنى اما افطر بقى. الله اعلم. ناخد بقى صوره. اول واحده تذوقها. هات. استنى اما اخد الصوره الاخرانيه. فينا كده خلاص على الكفتة قوطة بالطماطم والفلفل بحكاية. ممكن نعمل دي جنب رز، هيبقى تحفة. مش انت يا ماما هتعملي مكرونة بالقوطة والفلفل؟ نعمل انت الكفتة بالقوطة والفلفل. دي مكرونة بشاميل. مكرونة بشاميل صح. تاكل بعيش، دي تتاكل بقى بعيش جنب طحينة تحفة، لوحديها وجبة لوحديها. بصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كده. متنساش في اللايك والاشتراك سبسكرايب. قولي متنساش لايك والاشتراك في اللايك والاشتراك في القناة. واشتراك في القناة. يلا مكوسة روحي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم ليس لنا إلا سواك، فرج عنا ما نحن فيه وعن إخواننا في غزة، واجعل لنا من المحنة فرجا. اللهم ارحم شهدائهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم أمي وارزقها الفردوس الأعلى هي وجميع أموات المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. وكالعاده جايه لكم فيديو متاخر شويه، بس فيديو جميل جدا جدا جدا، يعني تعمل في اي وقت. الكفته دي جاهزه، يعني انا نزلت للجزار اللي جنبينا دوت اللحمه والدهن اللي حطيته فيها، وهو فرمها لي، بس حط لي من عنده بقى اذا كان التوابل والبرغل وبصل فلفل، كل حاجة حطها من عنده. بصراحة هو بيظبطها وبيطلعها تمام من غير ما الواحد يتعب نفسه ولا يهلك الكب عنده في البيت. فدي كفتة جاهزة، فانا عملتها صوابع كده زي ما انتوا شايفين، صبعتها بايديا كده عشان اعمل فيها التضليعة ديت، وخدت منها حتة شوحتها. الحلة دي بوريكم يعني ان انا شوحتها بس ما كانش فيه فلفل، فبعت ريتاش تجيب لي فلفل وطحينة وحاجات الطحينة بقى عشان نعملها، وقلبت الفلفل فيها. ان شوحتها على النار بصلاية حتة كفتة شوحتها يا دوبك ملح وفلفل اسود بس فقط لا غير. الفلفل الباقي ده برضو خليته عشان هحتاجه مع الكفتة. هنا حطيت معلقتين دقيق، فردت كيس معلقتين دقيق بس مش اكتر، علشان خاطر هدي للكفتة صدمة. هشوحها على النار كده يا دوبك تاخد وش حلوة، تاخد وش دي حاسة ان انا بغسل غسيل تاخد فم. يا دوبك بس كده تشمع الكفتة وتتحمر، وبعد كده هشيلها. في نفس الطاسة دي انا حاطه معلقه سمنه، لما خلصت حطيت معلقه تانية عشان خاطر معلقه السمنه طبعا خلاص شربتها، فحطيت معلقه سمنه تاني. انا طبعا مسرعه الفيديو لان جوجة اليوم دوت رفتني وفضلت كل شويه ترغي في الفيديو، فسرعته وحبيت ان انا اعيد مونتاجه من تاني. هنا بقى البصلايه اللي انا كنت عاملاها للكفته نصها خليته يعني حطيته شوحته تشويحه، وحطيت الفلفل. القوطه هم يا دوبك يعني قطعت حوالي 4 قطيات، لقيتهم كتير شويه فحطيت نصهم بس. معلقه ملح، نص معلقه سماق، ومعلقه فلفل اسود صغيره او نص معلقه. يا دوبك قلبتهم تقليبه، هسيبهم يغلوا غلوه واحده. اول ما يعني مش عايزه القوطه تدبل بسرعه، يعني يا دوبك الغلوه، وحطيت معلقتين صلصه من اللي انا عاملاها. انا الصلصه دي مش صلصه بتوم، كنت هجيب حته توم واحطها، فقلت عليه انا كده كده احط صلصه معلبه اللي هي اكياس دي، فحطيت معلقتين صلصه من هي ام توم اللي انا كنت عاملاها قبل كده يعني، مع معلقتين الصلصه اللي هي الكاتشب ده. بعد كده حطيت عليهم الكفته يا دوبك غلوه، يعني وطيت النار في المرحله دي، وطيت النار خدت غلوة وطفيت عليها. منه الكفتة كملت سواها، ومنه القوطة ما تتهريش. كنت طبعا سلقت المكرونة، كان عندي الأقلام كان كيلو الا ربع كده، والخواتم كيلو، فقلت لا انا هعمل الكيلو عشان الصينية اعمل صينية كبيرة وتقضي.
فطبعا سلقت المكرونه وصفيتها زي ما انتم شايفين علشان خاطر في القعر بلاقي زي تراب ناعم كده. هنا بقى ايه البشاميل زي ما انتم شفتوا طبعا. حطيت معلقتين الدقيق اللي انا قلبت بيهم الكفته في الاول، وحطيت معلقتين تاني من كيس الدقيق، يعني 4 معالق دقيق، ومرقه بقى عشان خاطر انا حاطه كوبايتين ميه، يعتبر كوبايتين ميه وكوبايتين لبن واربع معالق دقيق، معلقه سمنه، نص معلقه فلفل اسود، ومرقه علشان خاطر انا حاطه ميه. حطيتهم على النار زي ما انتم شايفين كده، انا قلبت كله مع بعضه، وبعد كده على النار واحده واحده لحد ما ايه بقت سايله زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي اما بتبرد هتتقل اكتر من كده. لو عايزين تعملوها بقى بيضة تمام. انا بحب هي الكفتة اللي انا عملتها شوحتها قليلة، فانا بحب اخلط، بس حطيت معلقتين منها بس. بحب اخلط ايه المكرونة مع حبة كفتة، او مع حبة مثلا لحمة مفرومة، حبة فراخ. المهم التشويحة اللي انت شوحتيها بتحطي منها معلقتين 3، بتحطيه وحبة بشاميل وتقلبيهم مع بعض، بحيث ان هي بتدي لون حلو وبتدي تماسك. حتى هنا انا حسيت اني طبعا مش واخده لون تمام، حطيت لها معلقتين صلصه طماطم اللي هي المعلبه علشان خاطر تدي لون حلو يعني في الصينيه. قلبتهم كويس جدا. هنا طبعا جوجا قاعده كانت تشرح لكم عملنا ايه وهنحط ايه فسبتها بقى، قلت ايه شويه سيبها وشويه اشخط فيها، ربنا يهديها. فحطينا شويه بشاميل من تحت، وبنزل بنص المكرونه كميه يعني بنزل بيها في الصينيه. يعني انا نص كيلو الكفته ده، عارفين يعني ايه نص كيلو؟ عملت منه كفته صوابع بخلطه وتتبيله وتشكيله كده حلوه تتاكل بالعيش كده جنب الطحينه. وعملت جنبها وعملت منها برضو، خدت قطعه صغيره منها عملتها صينيه بشاميل، يعني مكرونه بشاميل بالكفته. حبيت ان انا اعمل بزياده عشان كنا اليوم ده صايمين طبعا، فقلت ايه اكل الولاد اكله حلوه وفي نفس الوقت ما يبقاش الحاجه قليله، ولا مثلا كفته بس. فطبعا الكفته بس لو حطيتها كده كل واحد صباعين ولا كل واحد كام صباع كده مش هتقضيهم، فعشان كده حطيتها في الخلطه دي، البصل بالقوطه بالفلفل. ولو كان عندي بطاطس كمان ساعتها كنت بفكر اقطع بطاطسيتين مربعه كده واحطها ايه فيها. طبعا هنا انا حطيت بضايه في حبه البشاميل اللي زادوا، ورشه فلفل كمان زياده، يعني البشاميل انا عاملاه بالظبط على قد يا دوبك بالظبط، فحطيت رشه فلفل زياده اسود عشان برضو زفرت البيض. وزعت طبعا بقية المقادير على الوش، حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 يدوبك 10 دقايق بس وبتطلع. والله كانت تحفة، مش عشان انا اللي عاملاها يعني، برضو متعودين ان احنا على طول صينية مكرونة باللحمة المفرومة او بالفراخ، اعملوها بالكفتة بالبرجل بأي حاجة زي ما يكون بتطلع خرافة. برضو في مرة تعملوها مثلا بالكبدة بتاعة القوانص أو الكبدة والقوانص سوا برضو لو بتحبوا، برضو حكاية. أي حاجة دخلوها في بعض هتطلع حاجة تحفة. طبعا وربنا يحسن ما بين ايديكم ويسر لنا امورنا احنا وانتم والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. هنا بقى الطحينة الحكاية اللي هناكلها مع الكفتة. حطيت معلقة توم كبيرة مع علبة زبادي كاملة بلدي، ياريت تكون بلدي، مع نص معلقة كمون، ونقلبها جدا جدا. ذرة الملح البسيطة انتوا طبعا شفتوا ذرة ملح بسيطة جدا ما تذكرش علشان ما تملحش، ما تحسوش بطعم الملح فيها اصلا، لان الخل بيديها مزازة مع الطحينة بقى والكمون، تحفة حاجة كده من الاخر. هنا كيس طحينة دوت اقل حاجة طبعا عندنا بيتباع ب10 جنيه، فجبت على قد بقى انا كده، كان كل حاجة عندي ويا دوبك فاضل مثلا طحينة وفلفل وحاجات بسيطة كده جبناها بعد ترتاش جابتها، وكنا ناسيين الليمون. كنا مستنيين بقى ايه ابو بهاء يجيب الليمون، وهو جاي اتصلت بيه قلت له احنا عايزين ليمون. كنا صايمين طبعا اليوم دوت، فاول ما جه اهو حطيت على طول نص الليمونه وكده الطحينه خلصت. بشيل طبعا منها البذره، انا حطيت بس بقين ميه، لو شفتوا الفيديو بقين ميه جدا، لما تلاقوها انا حسيت ان هي تقيله شويه تحطوا بقين ميه، لو حسيتوا ان هي اتقل من كده ان الطحينه مع كتر التقليب او مع مقادير بتحطوها ساعات بتحسوا ان هي تقلت. اول ما تتقل كده تزودوها بشويه ميه، لقيتوها مظبوطه خلاص ما تزودوش ايه ميه ولا حاجه. هنا خلاص بقى كنت بغرف، كان يوم جميل وكنا كلنا قاعدين مستنيين الاذان. زي ما شفتوا في البدايه كان بهاء طبعا داخل طالع وعايز يتذوق هو الاول، قلت له لا استنى اما اخد صوره اخر صوره يعني اخدها للمقطع.
فحطيت وصورت وبعد كده أنا قلت له لازم أول قطمة ليا أنا. كانت حكاية خرافة أقسم بالله العظيم. حبة الكفتة دول حكاية خلوني قلت ده الواحد ما ياكلش كفتة محمرة. عارفين يعني الكفتة لما بحطوها في الفرن بتشوها بصراحة تمام حلوة، إنما تحمروها بس كده وتاكلوها على الطاسة يعني نص نص. إنما دي بقى حكاية تعملوها بقى على الطاسة، حطوها في الخلطة دي، طعمها كان تحفة والمكرونة كانت جميلة. بصوا كانت لونها محمر ازاي. طبعا أنا زودت صلصة زي ما وريتكم في البداية، وكانت سخنة نار ما ينفعش طبعا اطلعها سليمة، بس بعد ما خلصنا بالليل كده لقيتها تماسكت وكانت مية مية. طبعا بتطلعها الخرطة بخرطتها، فاللي عايزها تطلع سليمة بيسيبها تبرد. وطبعا الأكلة دي مش محتاجة المكرونة، المفروض المكرونة يوم لوحديه، بس جبت عيش بقى. أنا قلت إيه دوت يا دوبك معلقتين مكرونة بس، يعني مكلتش مكرونة يعتبر. عملت زي ما انتوا شايفين كده بقى، حطيت في لقمة وعليها حبة طحينة. فأنا لما قعدت أفطر كان برضو نفس الكلام كده، الكفتة بالعيش مع الطحينة حكاية. وفطرنا واليوم خلص وكان يوم جميل وأكل لذوذ جميل جدا. كان نفسي ادوقه لكم واقول لكم اتفضلوا معانا. وكده الفيديو يكون خلص، واللي وصل لحد هنا ما ينساش دعوة حلوة ليا ولوالدتي بالرحمة، ربنا يرحمها هي وستي وجميع موتى المسلمين. وما تنسوناش الشير واللايك وسبسكرايب، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.